الحمد لله في حالة من الثقة الحمد لله. هنلاعب تيم كبير النادي الأهلي طبعًا، يعني من أكبر الأندية اللي موجودة في أفريقيا ولاعيبة محترمة ولاعيبة مميزة ولاعيبة كبيرة جدًا، وإحنا أكيد مش باصين للنتايج اللي قبل كده بتاعة النادي الأهلي في الدوري، لأن إحنا عارفين النادي الأهلي في البطولات والماتشات الكبيرة الموضوع بقى مختلف، فإن شاء الله بالنسبة لنا كمان الموضوع مختلف، وربنا يكرم بإذن الله تبقى يعني حاجة كبيرة لنادي سيراميكا إن شاء الله إن هو يعدي العقبة المهمة بالنسبة لنا. احنا شايفين إن هي عقبة مهمة جدا إن احنا نعديها بإذن الله الماتش بتاع بكرة يوم الخميس، ونوصل للنهائي، وتبقى خطوة كبيرة في تاريخ النادي بإذن الله إن احنا تالت سنة هنلعب سوبر، وإن شاء الله تبقى أول سنة نوصل فيها نهائي كأس السوبر. فرقة فيها لعيبة كتير كبيرة ولاعيبة كتير خبرات، لعيبة كتير يعني عايزة تنجح. عندنا سولية، عندنا سعد، عندنا هاني، عندنا يعني مش عايز انسى حد، كل الفرقه بصراحه لعيبه كبيره. الدوافع اللي موجوده هي انك تحافظ على نفس النجاح اللي انت مفنش فيه الدوري. يمكن الحمد لله احنا اخر ماتش في الدوري كسبانين ماتش بتروجيت 2-1. اعتقد ان شخصيه الفريق ظهرت بشكل كبير في ماتش بتروجيت. احنا خسرانين لحد الدقيقه 92، من الدقيقه 92 للدقيقه 98 قدرنا ان احنا نجيب جونين، فدي تدل على شخصيه الفرقه. شخصيه الفرقه السنين اللي فاتت انا شايف ان هي اتغيرت السنه دي بوجود لعيبه ولاعيبه كبيره وجهاز فني محترم قدر ان هو يزرع جواك حته ان انت عايز تكسب كل ماتش، ان انت دايما انت لعيب كبير لازم تحس بقيمتك. عندنا كمان لعيبه صغيره، لعيبه محترمه جدا ولعيبه جامده جدا، فاللعيبه دي قدرت تخش وسطينا وقدرنا ان احنا ندخلهم وسطينا. فالتوليفه دي والتجميع بتاعت اللعيبه دي بصراحه يمكن السنه دي من اكتر السنين اللي فيها استقرار فني بشكل كبير من اول الدوري لحد دلوقتي. ويمكن كان هدفنا زي ما الكابتن علي قال ان احنا نيجي الامارات ونيجي السوبر بمعنويات مرتفعه، انك تيجي كسبان بتروجيت وانك تيجي انت اول الدوري، دي بالنسبه لك حاجه كبيره بتديك ثقه وبتحملك مسؤوليه ان انت تظهر بشكل كويس. فاتمنى ان شاء الله ان احنا ربنا يكرمنا ويبقى اليوم في توفيق لينا كبير من ربنا، ونحاول نعمل، احنا كده كده هنعمل اللي علينا. يعني ما اعتقدش ان في حد من اللي موجود في النادي ومن اللعيبه كلها عنده قله تركيز في اي حاجه. احنا جايين مركزين جدا ان احنا نعمل حاجه كويسه، ان احنا نعمل اللي علينا. في الاول وفي الاخر النتيجه دي بتاعت ربنا. يمكن كابتن علي عنده كلمه دايما بيقولها لنا في المحاضرات: سيب ربنا يكتب لك الخير في ايا كان هو ايه، بس انت عامل اللي عليك وادي زي ما احنا بنتمرن وزي ما احنا بنفكر وزي ما احنا بناخد في المحاضرات، واعمل اللي عليك وسيب الباقي على ربنا، لان في الاول وفي الاخر النتيجه دي عند ربنا. انت كل اللي عليك انك تبذل مجهود، انك تركز في الملعب، وانك تحضر للماتش كويس جدا، وبعد كده النتيجه ربنا كرمنا بمكسب الحمد لله. لا قدر الله ربنا ما اردش، فالحمد لله. اهم حاجه ان احنا نخرج من الملعب وانت راضي عن نفسك وانت حاسس انك ما قصرتش.